السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي دكاترة مهندسين ميدل 3 عاملين إيه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة معادنا مع الريفيجن بتاعة شهر نوفمبر. هنتكلم على بارت 2 من المنهج بتاعنا اللي كان هنتكلم فيه على يونت 2 ويونت 3. كان يونت 2 بيكلمني عن الميرور وعن اللينسز، وكان عن حاجه اسمها لايت ريفليكشن وحاجه اسمها لايت ريفراكشن. وبعد كده يونت 3 نتكلم فيه عن اليونيفرس وايه الثيوري اللي كونت الكوكب بتاعنا الحلو ده كله، وفي حاجات حلوه لسه خالص كده. وان شاء الله يبقى سيشن ممتع او فيديو ممتع معانا. واحده واحده نبدا، واحده واحده نتدرج بالامور، وان شاء الله هنلم لك كل الاثنين يونت دول في وقت صغير جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت مش شايف ميرور ولينسز ويونيفرس. فانا مستر هنتكلم عن ايه النهارده؟ نبدا طبعا بالميرور. وعندنا في الميرور اول حاجه اسمها لايت ريفليكشن. مثلا معلش كده قبل ما نبدا، يعني ايه لايت ريفليكشن؟ سوري يا شباب، يلا بينا. يعني ايه يا مستر ايه لايت ريفليكشن؟ بص يا صديقي، الراجل بيقول لك لايت ريفليكشن يعني يا مستر دي كده ميرور، دي كده يا مستر، دي كده يا مستر ميرور. كلام جميل. بينزل عليها صديقي لايت راي بالشكل ده. لما بيقابل الميرور بيعمل حاجه اسمها ريفلكت، زي ما حضرتك بتجيب شعاع ليزر وتوجهه على المرايه عندكم في البيت. جبت شعاع الليزر شغال شغال شغال، بعد شويه هتلاقي تطلع فوق، هتلاقي ان الشعاع خبط في عينيك، حصل ريفلكت، حصل انعكس او ارتد لعينيك مره ثانيه. فدي بصوره شديده هي المعنى بتاعت اللايت ريفليكشن، معنى بتاعت اللايت ريفليكشن. طيب في عجاله تقول لي يا مستر بص صديقي، طبعا ده اسمه نورمال عشان الناس ايه. طب بص انا بعمل لك اختصار سريع وكان ايه كلام الكتاب. بص يا صديقي اتفضل، ده يا مستر الري اللي نازل، وده يا مستر الري اللي طالع. حلو، ده صديقي بنسميه انسيدنت ري. بنسميه ايه؟ انسيدنت ري، انسيدنت الساقط. ده يا مستر ريفلكتد ري، ريفلكتد المنعكس او المرتد، ريفلكتد ري. حتى الان يا مستر ماشي. ده صديقي اسمه ذا نورمال، المتوسط اللي بيقسم الاثنين دول حتتين قد بعض بالظبط. طيب يا مستر عايز تقول لي ايه تاني؟ بص يا صديقي، هنا في انجل وهنا في انجل. اول لو عندك بيقول لك يا صديقي ان انجل اوف، الانجل دي يا صديقي انجل اوف انسيدنس ايكوال الانجل اوف ريفليكشن. ده اول لو عندك، ده اول لو عندك ان الانجل دي دايما 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 قد الانجل دي. يعني يا مستر لو دي 45 فدي كمان 45، لو دي يا مستر 60 فدي كمان يا مستر 60، لو دي تشيليون دي يا مستر كمان تشيليون. حلو. طب بقول لك ايه، افرض لو قال لك دي كلها كده، كلها على بعضها 140، دي كلها يا مستر 140 ودي يا مستر قد دي، يبقى يا مستر دي 70 ودي كمان 70. ليه؟ ما يا مستر دي قد دي. صعب الكلام ده؟ لا ان شاء الله من صعب. تعال نخش كمان حته كده سريعه. عايز تقول لي ايه يا مستر؟ عايز اقول لك يا صديقي تعالى معايا، امسح الارقام دي كلها يبقى الشغل لذيذ وحلو كده زيكم جميعا كده ان شاء الله. بيقول لك ايه يا صديقي؟ بيقول لك بقى ذا سكند لو، بيقول لك ان الانسيدنت ري والريفلكتد لايت ري والنورمال كلهم من دي اسمها انسيدنت بوينت. اسمها ايه؟ انسيدنت بوينت، النقطة اللي بينزل عليها اللايت ري بيسموها انسيدنت بوينت، نقطة السقوط. حلو. كلهم مثلا يا مستر، كلهم ايه يا مستر؟ هوب بيربنديكولار على الميرور. يعني بص ده كده بيربنديكولار، ده كده بيربنديكولار على الميرور، على الميرور دي الخط اللي الاصفر. ما انت خدت بالك دي عامله كده بيربنديكولار، دي عامله كده بيربنديكولار، دي كلهم مثلا بيربنديكولار على البوينت دي، على البوينت دي، على البوينت ايه دي. طبعا دي حته حفظ بحته مفيش عليها اسئله، بس طبعا كلام المنهج وكلام الكتاب مع بعض. فده يا مستر انسيدنت لايت راي والريفلكت لايت راي والنورمال من البوينت اوف انسيدنس كلهم مستر بيربنديكولار، كلهم ايه مع بعض. دي عامله كده بميل ودي عامله كده ودي عامله كده، بس كلهم متعامدين على الميرور. صعب الكلام؟ ان شاء الله يكون الكلام سهل. طيب يا سيدي عايز تقول لنا ايه؟ تعال بقى نشوف كلام الكتاب.
بص يا دكتور، بيقول لك صديقي light reflection it's a phenomenon of light bouncing off أو like reflect in the same medium when it strikes with reflecting surface. لما يقابل reflecting surface اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو الميرور يا دكتور. وبعدين في ايه؟ النهارده في ايه؟ هو كده لما يا مستر يعني ممكن تشيل دي وحط مكانها كلمة الميرور. بس هو معلش او اي حاجة بتعمل ريفلكت ممكن حلة كده شكلها حلو برضه تعمل ريفلكت. اي حاجة ممكن تعمل ريفلكت، اوكي؟ فقال لك ريفلكتنج سيرفيس السطح اللي بيعمل ريفليكشن، اوكي؟ احنا عندنا في المنهج هي مين؟ هي الميرور. هي مين؟ هي مستر الميرور. طيب يا سيدي تعال. قال لك يا صديقي الفيرست لو ان الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن، اتكلمنا عليه. السكند لو قال لك يا صديقي ان الانسيدنت لايت راي or reflected light ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence. مالهم كلهم مستر؟ بص all line one plane perpendicular to the reflecting surface. لو كنت قريتها كده من غير ما نفهمها او نشرحها او نفصصها بص سراب كده قدامك. موضوع مستر مستر بيقول لي اهو ادي reflecting surface ان ايوه الانسنت لايت راي والريفلكتنج لايت راي والنورمال من البوينت اوف انسنس كلهم يا مستر ايه؟ بيربنديكولار. صعب الكلام؟ لا ان شاء الله الكلام سهل. حته مهمه تانية معانا. تعالى يا دكتور اتفضل يا مستر. بص يا دكتور ده كده الميرور او الريفلكتنج سيرفيس. قال لك هو ممكن ينزل كده على الميرور او ينزل كده او ينزل كده او ينزل كده او ينزل اي حاجه. قال لك طب بقول لك ايه؟ قلت له اتفضل. قال لك لو نزل بيربنديكولار على الميرور نزل كده بالظبط نزل كده قال لك في الحاله دي يا دكتور هيعمل ريفليكشن على نفسه. على ايه؟ على نفسه. واخد بالك من اتجاه الاسهم ده تحت والتاني فوق، تحت والتاني فوق كده يا مستر. مفيش اي حاجه يا مستر. طب يا مستر معلش دلوقتي يا مستر هو نزل كده فرجع على نفسه. طب هنا يا مستر الانجلز بكام؟ ما يا دكتور نزل كده راجع على نفسه. اذا يا مستر ان الاثنين انجل بزيرو سواء الانجل اوف انسنس او الانجل اوف ريفليكشن. ما هو يا مستر لما كان بينزل بانجل كنت بقول الانجل دي قد الانجل دي، هو راجع على نفسه. واحد يقول لي يا مستر انت ما كده ب 90. لا مش ب 90. هو هنا يا صديقي مفيش نورمال، هو بيعمل انجل لما بيكون فيه نورمال. هو كده نزل كده نزل هو اكنه هو النورمال. فالنورمال يا مستر ده نزل بزيرو فرجع كمان بزيرو. تعال نبص كده بيقول لك ايه؟ The instant light ray which falls perpendicular on a reflecting surface reflect on itself بيرجع على نفسه. بص كلام الكتاب ادي يا مستر الرسمه بتاعتنا. ليه يا مستر؟ عشان هو بيرجع على نفسه. بيرجع على نفسه. الحته دي مهمه ممكن تيجي في الجيف ريزن. مثلا نزل كده فرجع كده. فيا مستر هو نزل بيربنديكولار كده ورجع كده. نزل بيربنديكولار يا مستر كده نزل كده ورجع على نفسه. ما حصلش اي ريفليكشن يا مستر انه رجع على نفسه. فكده يا مستر الانجل دي والانجل دي الاثنين بزيرو. طيب تعالى. طبعا الكلام ده شرحناه من حوالي 7 ثواني. قلنا ان ده الانسيدنت لايت راي وده يا مستر الريفلكتد لايت راي والانجل دي يا مستر والانجل دي يا مستر والانجل دي يا مستر اسمها انجل اوف انسنس. دي يا مستر اسمها انجل اوف ريفليكشن. وده يا مستر النورمال وده يا مستر الريفلكتنج سيرفيس. قلنا دايما دي ايكوال دي. طب بقول لك ايه؟ لو دي كلها ب 80 يبقى يا مستر دي 40 ودي 40. صعب الكلام؟ ان شاء الله سهل. يلا بينا يا دكتور على اللي بعده. عايزك كده تسخن كده وتجري معايا. يلا. طيب يا سيدي احنا يا مستر عندنا الميرور 2 تايبس. هما يا مستر بلان ميرور وسفيريكال ميرور. بلان ميرور مرايه مستويه مسطحه يعني. سفيريكال ميرور جايه من سفير واخده يا مستر شكل كروي او شكل كره. طيب هنتكلم عنهم واحده واحده. ده اول حاجه هنتكلم عنها يا دكتور هي البلان ميرور. انما السفيريكال هنتكلم عنها بعد كده. طيب تعالى واحده واحده. اول حاجه يا صديقي عشان تبقى عارف دي اللي عندنا في البيت. دي اللي عندنا فين؟ في البيت. دول مش عندنا في البيت. تعالى طبعا ممكن يكون عندنا في البيت حاجات استخدامات منهم.
هتعرف واحنا شغالين في الاستخدامات واحده واحده. نبدا بالبلين ميرور. طيب بيقول لك ايه يا صديقي؟ بص يا صديقي اتفضل، عندك المرايه في البيت ميرور كده من قدام، وبتلاقيها من ظهرها كده، من ظهرها فيها شيت كده لونه سيلفر. ايه ده؟ صح؟ صح، هي دي بالظبط البلان ميرور. هو الراجل بقى بيقول لك بالتفصيل كلام الكتاب. هي ميرور يا مستر عاديه فيها مستر من ورا سيلفر شيت، ده مستر اللي بيديها البرايتنس، بيديها اللمعان او الاضاءه. اوكي، تعال نشوف كلام الكتاب. احنا يا صديقي عايزين على قد ما نفهم نقدر نفهم. الحفظ يكون قليل. لو انا فهمت حصلت جزء الفهم اقدر بكل سهوله اكتب اي ديفينيشن. المهم اول حاجه افهم قبل ما احفظ. تعالى. The blank mirror is a piece of blank glass. طيب اوكي. Painted from behind with a thin layer of a silver metal to give the glass a bright، عشان تديها اللمعان. The reflects، بص اخر حته دي في الحماده، بس طبعا مهم، الكلام مهم جدا. يبقى تاني يا مستر كده the blank mirror، هي plain mirror is a piece of a blank glass painted from behind، مصقوله او كده، مصقوله بشيء من ورا. بينتد ممكن تقولي بينت يا مستر يعني ملونه او مدونه، هي مصقوله بالمعنى هنا. painted from behind with a thin layer of a silver metal، فيها مستر طبقه رفيعه من السيلفر ميتال. ليه؟ to give the glass a bright surface، تديله مستر اللمعان او الوميض بتاعه، الاضاءه الحلوه بتاعته. the reflected and the instance light rays that fall on it، عشان تعكس ده وتعكس ده، الاثنين اللي بيرجعوا ليها. افهم بعد كده ابدا احفظ. طب مثلا لما تيجي نتكلم شويه على البلين ميرور من حيث البروبرتيز. طيب تعالى هسال كام سؤال وانت تقول لي. اوكي يا مستر. واحد، هي يا صديقي وانت واقف في المرايه بتكون صورتك عدله ولا معكوسه؟ مش فاهم. تعالى مثلا نتكلم. جرب كده تصور كده بموبايل بالكاميرا السيلفي، لو رفعت ايديك اليمين هتظهر في الكاميرا ايديك الشمال، رفعت ايديك الشمال تظهر في الكاميرا ايديك اليمين. ليه؟ انت بتجيب صوره عكسيه للجسم. فاول حاجه يا مستر هي الصوره بتبقى انفيرتد، معكوسه. تاني حاجه هي الصوره في المرايه دي، انت واقف كده قدام المرايه وشايفها، بتكون ريل ولا فيرشن؟ هل صوره حقيقيه ولا صوره فيرشن تخيليه يعني؟ هيقول لي يا مستر لا حقيقيه. صوره حقيقيه والله؟ طب جرب كده تجيب طوبه واكسر المرايه، المرايه هتتكسر. امتى هتتكسر؟ لا يا مستر كل اتكسر صورتي، انا جوه المرايه انا مش حقيقي، انا فيرشن. تاني حاجه فيرجن. طيب هل يا دكتور بيديك صوره كده قد جسمك ولا نص جسمك؟ لا يا مستر لو وقفت قدام مرايه كبيره هتبان صوره قد جسمي. حتى انا ممكن البس بدله كده بقى واتشيك كده واقف قدام الميرور كده، هيبقى كل جسمي باين كده بالجزمه بالحزام بشكل الجرافات بشكل حلو جدا. فيا مستر دي صوره ايكوال ذا بادي. حلو، باقي الحاجات هتبان، وفي طبعا بروبلمز على حتت قدام. بس تعال نشوف كلام الكتاب واحده واحده واحده. تعالى يا صديقي. اول شيء قال لك يا دكتور هي بتبقى upright، يعني ايه؟ معتدله. يعني انت والله واقف كده قدام ميرور، فانت واقف كده مش بيبينك ان رجليك تحت، سوري ان راسك تحت ورجليك فوق، لا بينك معدول erect او upright، معتدل مش مقلوب كده يا مستر. اوكي. تاني حاجه يا صديقي الصوره بتكون equal the body، بتكون يا مستر inverted او reversed، معكوسه. رفعت الشمال هتبان يمين، رفعت اليمين هتبان شمال. بتكون يا مستر فيرشن، تخيليه يا مستر مش حقيقيه. دي بقى المهمه وعليها حاجات مهمه جدا هنبان واحنا ان شاء الله بنحل. The distance between the object and the mirror. تعال ادي يا مستر المرايه اللي في البيت، وانا هو مستر ايه واقف كده مستر ايه متشيك قوي كده، وقلت اقف هنا. طيب قال لك يا مستر واقف على بعد من الميرور وليكن 2 مترز. اوكي. قال لك يا مستر والله صورتي يا مستر هتتكون على بعد من الميرور برضه يا مستر 2 مترز. عايز تقول لي يا صديقي ان الديستانس دي بين الميرور والاوبجكت او بين الميرور والبيرسون او الشخص او اي حد ايكوال ذا الديستانس بين الميرور ومين؟ والايمج. الديستانس دي بين حضرتك والميرور قد الديستانس دي بين صورتك والميرور. صعب الكلام، الحته دي عليها اسئله كتير قوي وان شاء الله نحلها مع بعض واحده واحده. تعال نشوف كلام الكتاب. The distance between the object and the mirror equal
to the distance between the image and the mirror. يعني يا مستر ال distance يا مستر دي قد يا مستر distance ايه دي. صعب الكلام؟ لا. طيب تعال بص دي سهله قوي يعني. The straight line joining the object to its image is perpendicular to the surface of the mirror. مستر قريت بس مش فاهم حاجه، تعال نقراها تاني ونفهمها. The straight line joining the object to the image is perpendicular to the surface. بيقول لك يا صديقي كلام سهل خالص. عايز يقول لي ايه الراجل ده يا مستر؟ تعال اقول لك. بيقول لك يا دكتور ان الستريت لاين من الايمج ده ومن ده الاثنين دول بيكونوا perpendicular على مين يا مستر؟ to the surface of the mirror. بيكون يا مستر perpendicular على الميرور، سواء اللاين ده او اللاين ده بيكون ايه يا مستر؟ perpendicular على الميرور، بيكون perpendicular على الميرور. صعب الكلام؟ باذن الله مش صعب. تعال نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني نوع معانا والذي هو السفيريكال ميرور. كمان عندنا تو تايبس من الميرور، بلين ميرور والسفيريكال ميرور. السفيريكال ميرور فيها مستر تو تايبس، كونكيف ميرور اند كونفكس ميرور. طيب واحده واحده نبدا. كالما دي سهله ان شاء الله. حتى لو انت متاخر ومراكم عليك مراكمه السنين، شوف بس الفيديوز اللي احنا بننزلها اللي هي مراجعه اكتوبر، مراجعه نوفمبر، هتجمع كده 80% من المنهج، ومعاك ليله الامتحان معاك المنهج كله واسئله ان شاء الله. هنحل ما لا يقل عن 700 800 سؤال ان شاء الله يعني. ولو كده ممكن تشوف فيديوهات الحل بسرعه. كل شيء ان شاء الله جاهز، بس انت كده ما تتوترش، كل الامور بسيطه، ما تخافش، معاك وقت. يلا بينا صلي على الحبيب وتعالى. بص يا مستر، قال لك والله يا مستر الميرور دي بص تعال نشرح الاول قبل ما نكتب زي ما متعودين على حاجه. بص يا صديقي، ده هولو سفير، ده يا مستر هولو سفير. استنى بقى لو اجيب لك ايه بشكل كده. تعالى يا عم امسح ده. ده يا مستر هولو سفير. حلو يا مستر. لما جيت عملت كده الخط ده، عملته كده، مشيت عليه كده 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 كده، عملت كده. دي يا صديقي ميرور. طيب لو مشيت بقى بلون تاني كده، عملت كده، دي يا مستر برضو ميرور، بس دي تايب ودي يا مستر انذر تايب. عايز تقول لي ايه يا مستر؟ خلاص يا صديقي، عايز اقول لك ان الاثنين ميرور هما بارت من هولو سفير. دي او دي هما جزء من السفير ده او من هولو سفير. ده كلام الكتاب. is the mirror that its reflecting surface is a part جزء من الهولو سفير زي ما انت شايف بعينتيك. طيب يا مستر مين دول؟ والله يا صديقي دي اسمها convex mirror اهي. دي يا مستر اسمها concave mirror اهي. دي هي دي هي دي. صعب الكلام؟ يبقى مثلا عندي convex mirror اللي هي مثلا عامله كده، وعندي يا مستر سوري امسح كده، وعندي يا مستر concave mirror اللي هي عامله كده. صعب الكلام يا دكتور؟ صعب يا دكتوره؟ طيب تعالى نكمل كلام الكتاب ونشوف الدنيا بتقول ايه. قبل ما نقرا اي كلام للكتاب تعال نشرح الاول، بعد كده نشوف الكلام الكتاب بيقول ايه. يلا بينا. طيب بص يا سيدي، احنا هنتكلم بكل هدوء وشفافيه ان شاء الله يعني عن الاتي. تعالى يا صديقي، ادي يا دكتور الكونكيف ميرور، بقى يا دكتور الكونفكس ميرور. قال لك والله يا مستر لو جبت عليها كده لايت ري هنا، خليها اسود وفي الاخر نجمعها بالاحمر، ويا مستر لايت ري من هنا، ايه اللي هيحصل؟ ده يا مستر هيجي كده، ده مستر هيجي كده، مستر هيجي كده، كلهم يا مستر هيتجمعوا في نقطه، هيحصل لهم كولكت.
حلو الكلام، حلو الكلام. ده فين؟ ده في الكونكيف. تعالى والله يا مستر لو جيت فكرت كده اعمل كده تعال عشان نكمل كده الكتاب صح. تعال صديقي ارجع كده هوب ايه ده سوري بسم الله. نرجع لمرجوعنا يا مستر، نرجع لمرجوعنا. سوري يا دكاتره معلش يا دكتور ايه الشاشه عملتها معانا فاحنا هنقطع وهنكمل مطرح ما وقفت تاني. بتحاول لوحدها مش عارف ليه. واحده واحده بقى واحده واحده كده عليا. تمام ماشي يا دكتور. ده بالنسبه للكونكيف ميرور. طب مثلا بالنسبه للكونفكس لك بص تعالى كده ده هينزل كده وده مستر هينزل كده وده مستر هينزل كده. بص ده كده هيرجع على نفسه وده هيرجع كده وده هيرجع كده. هل يا صديقي الثلاثه اتجمعوا في بوينت واحده زي دي؟ لا يا مستر ما اتجمعوش. اذا هنا مفيش ايمج او هنا الايمج بتكون فيرتشوال. ده يا مستر بيعمل حاجه اسمها دايفيرج. ده يا مستر بيدايفيرج بيفرق. ده يا مستر بيكولكت بيجمع في بوينت معينه. صعب الكلام؟ طيب صعب الكلام؟ طيب يا مستر تعالى نشوف كلام الكتاب. الكونكيف ميرور يا صديقي it's a mirror which reflecting surface. بص part of the inner surface هي جزء من الجزء الداخلي من الدايره او اللي هي السفير. مالها يا مصر؟ بتعمل converge او بتعمل collect. الاثنين دول نفس المعنى سواء قلت لك converge او قلت لك collect. معنى كده يا مصر زي ما انت شايف كده هيرجعوا في نقطه واحده. رجع كده رجع كده رجع كده رجعوا في ايه؟ نقطه واحده. تبقى عارف دايما بالله عليك ان الكونكيف جزء من الانر، ان الكونكيف جزء من الانر جزء من الجزء الداخلي، ان الكونكيف جزء من الانر. طيب تعالى بص وان الكونفكس فين؟ جزء من الاوتر. ان الكونكيف جزء من الانر وان الكونفكس جزء من الاوتر سيرفيس من الجزء الخارجي. بص دايفيرج بتفرق. نظر كده رجع كده نظر كده رجع كده نظر كده رجع كده ما رجعوش في نفس البوينت. ان الكونكيف جزء من الانر وان الكونفكس جزء من الاوتر. صعب الكلام؟ لا ان شاء الله الكلام سهل. طيب تعالى نكمل برضه يا صديقي مع بعض السلايد اللي بعده. طيب ده كلام سهل خالص. تعالى نبدأ كده مع بعض بكل هدوء وشفافية. نقول لك خليها ايه؟ تعالى يا صديقي بص صديقي دي دايره او كره سفير يعني يا مستر. اوكي هنا مستر اسمه ايه بتاع ايه؟ اسمه يا مستر السنتر. كلام هايل كلام جميل كلام هايل وجميل جدا. طيب ده يا صديقي اسمه سي او سنتر. بما يا مستر ده يا مستر السنتر بتاع السفير اللي يعتبر الميرور دي او الميرور دي بارت من السفير. بس يا مستر دي كانت بارت ان الكونكيف جزء من الانر وان الكونفكس جزء من الاوتر. صعب الكلام؟ لا ان شاء الله سهل. طيب يا مستر اول حاجه عندي عايز اعرفها ايه هو السنتر؟ سي بص center of the sphere that the mirror is considered as a part of it. السنتر بتاع الميرور هو السنتر بتاع السفير. صعب الكلام؟ يبقى يا مستر بص انا هعمل كده الميرور ادي الميرور بتاعتي بعمل كده ده اسمه سنتر واوصل كده خط ما بينهم. فده السنتر بتاع الميرور وبرده السنتر بتاع السفير. صعب الكلام؟ لا. تعالى نكمل حاجه ثانيه. تعالى بص لو مثلا عملت خط كده حد شاطر يقول لي مستر ده اسمه يا مستر ريديوس. هايل. ده مستر اسمه ريديوس برضه اسمه ريديوس عادي. طب بقول لك ايه لو عملت كده بي بص صديقي ده اسمه بول. اسمه ايه؟ بول. ده يا مستر اتس بوينت. مالها يا مستر؟ at the mid distance. دي يا مستر بتبقى بالظبط في نص المسافه على الميرور. خلي بالك لا تاخد بالك. طيب ادي يا مستر الميرور ده تقريبا يا مستر اسمه بي. لو البول يا مستر ده يا مستر في الميد ديستنس
في نص المسافه بالظبط يا مستر على السيرفيس بتاع مين؟ بتاع الميرور. على السيرفيس بتاع مين؟ بتاع الميرور. اسمه بول. اسمه بول. وهنا يا صديقي عندي حاجه اسمها اف. تعال نشوف كام الكتاب كده واحده واحده. البول الميرور it's a point of the middle of the reflecting surface. في الميدل في النص او في الميد ديستانس في الحته اللي في النص. وده يا صديقي radius بص بي سي ار. صديقي يا غالي دكتورتي الرموز مهمه جدا. السنتر سي، البول بي، الراديوس ار. طيب تعالى دي يا مستر الديستانس. بص مش ده الراديوس؟ ايوه هو مستر الديستانس بتوين سي اند بي. والله انا ما بقولش حاجه، والله ما بقولش حاجه خالص. سنتر اند بي. بس يا مستر ده مش راديوس قوي. طب يا مستر ده كمان راديوس، ده كمان راديوس، ده مستر كمان راديوس. حلو. يبقى مستر هو مش شرط يكون بي بقى، هو يا مستر الديستانس بتوين سي واني بوينت على الريفلكتنج سيرفيس. صح الكلام؟ انت بص تعالى كده. ده يا مستر راديوس، وده 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 يا مستر راديوس. كلهم يا دكتور كلهم راديوس، كلهم راديوس. طب يا مستر معلش بقى عشان ابقى فاهم. انا دلوقتي ارجع كده واحده، رجع كده عشان يبقى الكلام كله باين. سوري. انا دلوقتي مثلا عايز افرق بقى ما بين الراديوس والحاجات دي كلها عشان انا بقيت ايه اتلخبط كده واسيح منك يا مستر. لا ما تسيحش معايا، واحده واحده. ده يا دكتور امسح كل ده يا عم، يلا عشان ما حد حوش. تعالى. طب يا دكتور عايز افرق يا مستر بين 3 حاجات. عايز افرق بين ده وبين ده وبين ده. الراديوس ار والبرنسبل اكسس والسكندري اكسس. طيب نقرا وبعد كده عشان كده واحده واحده. ماشي؟ قلنا مثلا والله دي ديستانس بتوين السي واني بوينت على السفيريكال او على الريفلكتنج سيرفيس. قلت له ماشي. قال لك بقى انما الستريت لاين اللي باث باي بي اند سي ده بنسميه برنسبل اكسس. خد بالك قلت لك اسمه ستريت لاين، اسمه ستريت لاين. اوكي. and any straight line باث باي ذا سي واي بوينت يا مستر الا اكسبت البي ده يا مستر اسمه سكندري اكسس. طب يا مستر انا الصراحه مش فاهم، ممكن تفهمني واحده واحده؟ طبعا لازم. تعالى يا دكتور بص يا مستر هنتفقنا مع بعض. ده يا مستر اسمه سي، وده يا مستر ادي يا مستر الميرور. كلام جميل. وده يا مستر اسمه بي. كلام هايل. قلنا يا مستر ان الراديوس هي من السي كده راديوس كده راديوس كده راديوس في اي بوينت تعدي من عند السي واي نقطه على السيرفيس ده. امال ايه يا مستر بقى البرنسبل اكسس والسكندري اكسس ده يا مستر؟ ده صديقي قال لك اسمه هو ده ستريت لاين. تعال اتفضل يا مستر. بص يا قلبي اي ستريت لاين. واحد يقول لي يا مستر هو لازم يعدي من على السي وعلى البي؟ اقول له ايوه الستريت لاين اللي يعدي من على السي والبي يعدي على الاثنين دول اسمه برنسبل اكسس. طب بقول لك ايه كده البتاعه الحلوه دي عندها كام برنسبل اكسس؟ واحد يقول لي 1 يا مستر. ما هو مستحيل حاجه تعدي على السي والبي الاثنين في نفس الوقت غير خط واحد بس. قلت له حلو. طيب تعالى معايا نفس النقطه الحلوه دي. قال لك بقى صديقي اي ستريت لاين يعدي من على السي واي نقطه غير البي اسمه سكندري اكسس. اسال سؤال يعني يا دكتور انهي عدده اكتر البرنسبل اكسس ولا السكندري اكسس؟ هتقول لي يا مستر اكيد السكندري اكسس. ليه يا دكتور؟ يا مستر البرنسبل اكسس لازم يعدي على السي ويعدي على البي، هو يا مستر واحد بس. انما يا مستر السكندري اكسس ماله يا مستر؟ ده صديقي اي بوينت اي ستريت لاين يعدي من على السي واي بوينت غير البي يبقى لازم افرق جدا 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 ما بين البرنسبل اكسس والسكندري اكسس. ممكن يا دكتور يكون فيها مليون سكندري اكسس، طبعا مش رقم مش كبير قوي بس هو العدد لا نهائي من السكندري اكسس. اي ستريت لاين يعدي على السي واي بوينت غير البي
غير البي. طيب تعالى معايا، احنا شغالين زي ما احنا، يلا بينا. ادي يا مستر السي، وده يا مستر البي، ده يا مستر سي، ده بي. في بقى صديقي حاجه هنا في النص كده اسمها اف. اسمها ايه؟ اف. كلام جميل. ده يا مستر اسمه راديوس. طيب يا مستر الديستانس بين اف والبي اسمها ايه؟ اسمها يا قلبي فوكال لينس. اسمها ايه؟ فوكال لينس. حلو، بس خد بالك، اتفضل. انا رسمي لازم يكون دقيق للغايه. يكون ايه؟ دقيق للغايه. يعني بص يا صديقي، تبقى الاف هنا كده مثلا. انت ليه عدلتها؟ عشان صديقي الاف هي برضو في الميد ديستانس بين البي والسي. يعني مثلا صديقي لو كل ده 6 سنتيمتر فدي 3 متر، دي 3 سنتيمتر، ودي يا مستر 3 سنتيمتر. يعني يا صديقي الحته دي هاف من الراديوس. الفوكال لينس هو هاف من ايه؟ من الراديوس. طب عايز تقول لي ايه يا مستر؟ يطلع لك يا دكتور بريليشن، مش ده الراديوس؟ ايوه، equal to f. to ايه؟ f. فوكال لينس. f small دي نقطة، ده اسمه فوكال لينس. طول. طب بقول لك ايه؟ الاف دي equal ايه؟ بص half r. ايه يا مستر؟ ما دي يا مستر الهاف، النص بتاع الراديوس كله. صعب الكلام؟ يبقى مستر الديستانس دي او اللينس ده اسمه فوكال لينس. طيب مستر تمام، انت كلمتني على السي كبوينت والبي كبوينت، بس انت قلت لي ده اسمه لينس. امال الاف اسمها ايه؟ اسمها صديقي فوكس. اسمها ايه؟ فوكس. مش احنا يا دكتوري لما عملنا كده ونزلنا لايت ري كده ولايت ري كده ولايت ري كده، ايه اللي حصل؟ هتقول لي يا مستر دي كونكيف ميرور بتعمل كولكت، نزل كده اتجمعوا مستر كلهم في بوينت، صح؟ ايوه، دي صديقي اسمها اف فوكس. اسمها ايه؟ فوكس. يبقى خد بالك يا صديقي، اف كابيتال البوينت. انما مستر الاف سمول ده اللينس. هم كتار؟ لا، انت ممكن هم عشان اول مره تسمعهم صوت صعبين. الناس اللي واخدينهم عارفينهم معانا هتلاقي الحاجات دي بيعدي الفيديو بسرعه شغال مش بيوقف. تعال بقى نرجعهم كلهم في ايه؟ في عجاله سريعه. بص يا مستر، دي يا مستر سي السنتر بتاع السفير والسنتر كمان بتاع الميرور، ودي يا مستر البول الميدل او في الميد ديستانس على الميرور، ودي يا مستر اسمها اف فوكس. اف كابيتال اف دي يا مستر البوينت اللي بيحصل عندها كولكشن او دايفرجنج. هتعرف الكلام ده كمان دقيقتين. طيب يا مستر، وده يا مستر اسمه الراديوس، ودي يا مستر اسمها الفوكال لينس. واي يا مستر ستريت لاين يعدي على السي ويعدي على البي، يعدي على الاثنين مع بعض، اسمه يا مستر برنسبل اكسس. انما يا مستر اي ستريت لاين يعدي على السي واي بوينت غير البي، اسمه يا مستر سكندري اكسس. صعب الكلام. طيب خش على اللي بعده. كلام الكتاب. It's a point of the center as the sphere that the mirror is considered a part of it. دي اللي هي يا مستر السي. انما البي يا مستر هي point at the middle of the reflecting surface. انما مستر الار هي مستر distance between السنتر الراديوس، يعني بين السنتر والبول او اي بوينت على السفير. يعني يا دكتور كده سنتر كده سنتر. انما مثلا الثاني كان اسمه ستريت لاين، خط طويل. طيب يا مستر كلام جميل. تعال نكمل. البرنسبل اكسس خد بالك ستريت لاين بعث من البول لحد السي
ليها 1 principal axis secondary axis any straight line يعدي من السي واي بوينت غير البي. وعندي مصر الاف كابيتال الفوكس هي البوينت اوف كولكشن اوف ريفلكتنج سيرفيس. ممكن تبقى ريال فوكس، ممكن تبقى فيرتشوال فوكس، ممكن تبقى ريل فوكس وفيرتشوال فوكس. هنعرف الكلام ده كمان دقيقتين بالظبط. الفوكس انسى مستر اللي هي اف سمول هي مستر الديستانس بتوين اف وبي. صعب الكلام؟ ان شاء الله سهل. يلا بينا. خدنا في دي مجهود شويه بس دي هتبني لنا شغل كتير قوي. كتير ايه؟ قوي 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 يعني. طيب بص يا دكتور، انت عندك 3 كيسز ممكن يحصل عليهم. بص دي كده سي، دي كده بي، طبعا دي كده بالمره كده اف، بالمره كده اف، بالمره كده اف. صعب الكلام؟ كلام جميل. طيب انا يا صديقي لايت راي دي حاجه من 3، يا اما ينزل بارل للاكسس، يا اما مستر ينزل على الاف، يا اما مستر ينزل على السي. طب بص يا صديقي، لو نزل بارل يرجع على الاف. ايه؟ لو نزل بارل يرجع على الاف، لو نزل على الاف يرجع بارل يا راجل. الاثنين عكس بعض. لو نزل بارل يرجع على الاف، لو نزل على الاف يرجع بارل. تاني لو نزل بارل يرجع على الاف، لو نزل على الاف يرجع بارل. صعب الكلام؟ طب مستر لو نزل على سي يرجع على سي. ايه ده مستر؟ زي دي؟ فاكر دي؟ لو نزل كده مستر يرجع برضو كده. صعب الكلام؟ اهو باثنج ثرو اف، نزل بارل يرجع على الاف، نزل على الاف يرجع بارل. لو نزل مستر على السنتر ريفلكت باك اون اتسيلف. صعب الكلام؟ ان شاء الله الكلام سهل. عدي يلا بينا. اهو يا صديقي راجع، نزل بارل يرجع على الاف، نزل على الاف يرجع بارل، نزل على سي يرجع على سي. صعب الكلام؟ ان شاء الله يا مستر الكلام سهل ولذيذ. properties of image. طيب بص يا صديقي، الحته دي معذره، الحته دي مهمه جدا وفي الامتحان اطمن يعني، انا بطمنك. تعالى بقى بص يا مستر، هنرسم كده. ماشي، ده يا مستر سي، ده يا مستر بي، ده يا مستر اف، ده يا مستر سي، ده يا مستر بي، ده يا مستر اف. بص يا دكتور، تعال نكبر الخط سيكا. بص يا دكتور، عند حضرتك 3 حاجات هنحفظهم ونفهمهم ونعرف كمان نرسمهم. الاوبجكت يا دكتور في الكونكيف ميرور ممكن يتحط في 3 اماكن. بص يتحط بعد سي، يتحط ايه؟ بعد سي، يتحط على سي، ممكن يتحط قبل سي. طيب تعال مثلا نتكلم واحده واحده عليهم كلهم. يلا بينا يا دكتور. بص يا صديقي، اتفضل يا مستر. لو اتحط بص بعد سي، اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط على سي يتكون على سي، اتحط قبل سي يتكون بعد سي. ايه ده؟ شفره دي ولا ايه؟ لا تعالى. اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط على سي يتكون على سي، اتحط قبل سي يتكون بعد سي. حلوه الشفره؟ لا، تعال نكتب الشفره مع بعض. ده مستر اتحط فين؟ اتحط بعد سي يتكون قبل سي. تعال بص، بنطلع تو ستريت لاين او تو
لايت ريس، واحد كده ده راح كده يرجع ايه؟ يرجع بارل يا مستر. عاش. طب بقول لك ايه، اتفضل. التاني بقى كده اخوه حط كده يا مستر، يرجع ازاي؟ يرجع بارل يا مستر. عاش. بص اتقابلوا في نقطه صح؟ ايوه دي يا مستر النقطه اللي هي الايمج، اللي هي الايمج. المفروض طبعا انزل لحد تحت بس اوكي. اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط على سي يتكون على سي. تعالى 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 برضه يا مستر، واحد بارل والتاني هوب. ده يرجع ازاي؟ يرجع يا مستر على اف. بقول لك ايه، اللي راح على اف يرجع ايه؟ يرجع يا مستر بارل. وخلي بالك اتكون على سي. طيب يا مستر واحده واحده تاني. اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط على سي يتكون على سي، هو يتحط ويتكون. الاوبجكت تتحط، الايمج تتكون. طيب الايمج ليها اكيد يا مستر شيء، ليها بروبرتيز. ليها بروبرتيز. تعال معايا. 3 حاجات محتاجينهم. كم حاجه؟ 3 حاجات. هو معتدل ولا مقلوب؟ مقلوب. inverted. كويس. بص 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 بص، هو بيبدأ صغير يكبر يكبر. هو هنا يا مستر smaller than object. على مين؟ انا بتكلم على الايمج. smaller than object. هنا يا مستر اكيد virtual. حلو الكلام؟ سوري real. حلو يا مستر. بص 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 بص، هنا يا صديقي يبقى صغير نسميها dimension. هو بدأ صغير يا مستر. بص بص يبدأ يكبر، يبقى هنا يا مستر equal the body، قد البادي بالظبط. يكبر اكتر يكبر اكتر، يبقى اكبر من البادي يا مستر، يبقى اسمها magnified، مكبر. بدأ صغير كبر شوية كبر قوي، يبقى هنا مستر smaller او dimensioned. صعب الكلام بالله عليك؟ لا يا مستر حلو. تعالى هنا. اول حاجه يا مستر هو اكيد real. تاني حاجه يا مستر هو اكيد inverted، مقلوب او معكوس يعني. تالت حاجه يا مستر هو هنا equal the body. equal زي اخوه، equal يا دكتور، equal the body. صعب الكلام؟ احفظ معايا. اتحط بعد سي يتكون قبل سي، اتحط على سي يتكون على سي، اتحط قبل سي يتكون بعد سي. صعب الكلام؟ بدأت يا مستر كنت صغير، بدأ صغير يا مستر، بعد كده أكبر شوية، بعد كده أكبر قوي. dimension equals the body. اللي بعدها إيه؟ أكيد magnified. الله ينور. تعالى معايا. الحاجات دي مهمة أوي. ها؟ تعالى التالتة بقى. بص بص بص. object at the center of the curvature. أمال ده كان زي إيه؟ سوري يا ولاد. after the center very far. شباب الاتنين دول واحد. ها؟ بس انا ايه اللي خدني الحماس. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل تلاته مع بعض وفي الاخر نكتب تاني نعملهم تاني. بص بص ادي اول واحد، تاني واحد، تالت واحد. يلا بينا. اتحط بعد سي، اتحط على سي، اتحط قبل سي. جميل. يلا بينا. واحد يروح بارل يرجع على اف، واحد يروح على اف يرجع بارل. قبله هنا نبص بص اهو اتكون قبل سي. واحد يروح بارل يرجع على اف، واحد يروح على اف يرجع بارل. بص بص اتكونوا هنا. واحد يروح بارل يرجع على اف. سوري يا ولاد مش مشكلة. لا مشكلة طبعا، خليها بالظبط. ودي يا مستر اف. واحد يروح بارل يرجع على اف. البورد مالها النهارده في ايه؟ واحد يروح على اف يرجع بارل.
بص يتكون بعد سي. اوبجكت بعد سي يتكون قبل سي، راح على سي يتكون على سي، اتكون قبل سي يبقى بعد سي. بص كلهم ريل، كلهم ريل. بقول لك ايه، كلهم انفيرتد، كلهم يا مستر معكوسين او مقلوبين. ما يا مستر اللعب فين؟ اللعب في اللي جاي. ببدأ صغير يا مستر ابقى دايمنشن، اكبر شويه يا مستر ابقى ايكوال ذا بادي، اكبر يا مستر اكتر ابقى ماجني فايد. وانت بتعمل الحاجات دي صديقي راعي الحاجات دي. يعني ايه؟ خلي ده قد ده وخلي ده اصغر من ده شويه، يعني كبر ده شويه كده وخلي ده اصغر منه. طبعا بص ده صغير ده اكبر منه، راعي الحاجات دي جدا وانت شغال. صعب الكلام؟ لا. بص صديقي لو الاوبجكت فيري فار دي معناها بعد سي، الاوبجكت افتر ذا سنتر اهو بعد سي. سنتر واحد. ها صعب الكلام؟ خدها سكرين شوت كده. صعب الكلام؟ لا. يلا بينا نكمل شغلنا يا مستر. عندك يا مستر اخر اتنين. طب يا مستر لو بص انا بمشي بتحرك كده، مره مستر قبل سي، مره مستر على سي، مره مستر هنا، مره سوري بعد سي، مره على سي، مره قبل سي، ممكن بقى مره على الاف ومره قبل اف. طب تعالى نعملهم. يلا بينا. دي صديقي اخر اتنين معانا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك فين؟ اد ذا فوكس، على الفوكس اهو يا مستر. ده فين؟ less than focal length، اقل من الفوكال لينس. ده الفوكال لينس كله، يبقى اقل منه يبقى هنا. تعال صديقي اتفضل يا مستر. بص اقوم عاطيله اول ستريت او اول لايت ري. بص يرجع كده، هيرجع على اف. طب مستر ايه ده هعمل ايه؟ هيرجع ازاي؟ بص ينزل كده فيرجع كده فيبقى واقف هنا. حلو. اعمل ايه يا مستر؟ ما تقابلوش. تعال تاني. بص يا مستر اول واحد يروح كده يرجع كده، يرجع على اف. طب مستر هو اصلا على الاف عادي، اكيد نزل على الاف فطلع على الاف. فاكر دي؟ نزل كده فطلع كده، يبقى مستر اللايت ري برضه هيقف هنا. طيب اعمل ايه يا مستر ما تقابلوش؟ لو يا صديقي ما تقابلوش اعمل اكستنشن. ايه؟ لو يا صديقي ما تقابلوش اعمل اكستنشن. ازاي؟ اقعد مد كده فيهم، مد على امتداد الستريت لاين ده وعلى امتداد الستريت لاين ده. مهما تمد ومهما تشد، عارف انت الاغنيه دي؟ مهما تبط ومهما تفط هتفضل برضه سمير سبوت. بص مهما تمد ما تقابلوش. هنا يا صديقي نو ايمج فورمت، نو ايمج فورمت، مفيش صوره هتتكون. حلو. شبهها شويه. تعال بص يلا واحد هوب يرجع كده. ماشي. ده برضه هبدا امد من هنا. يلا ابدا امد معايا. ايه ده يا مستر؟ مع الوقت اتقابلوا يا مستر. لو ما تقابلوش اعمل اكستنشن، لو ما تقابلوش اعمل اكستنشن. يعني ايه يا مستر؟ امتداد. بص اتقابلوا هنا. اوه بص يا مستر ده طويل قوي يا مستر. حصل طبعا من غير ما اقول لك، باين قوي يا مستر. اول حاجه يا مستر ده ماجنيفايد، مكبر. تاني حاجه يا مستر باين قوي ان هو اريكت، معتدل، اقول عليه ابرايت. الحاجه صديقي ده يا صديقي فيرتشوال. عشان تبقى عارف يا صديقي اي حاجه، اي صديقي ايمج، اي ايمج هتيجي من الري نفسه دي صديقي تبقى ريل. اي حاجه هتيجي من اكستنشن دي يا مستر هتبقى فيرجن. وقيس يا صديقي على ده كل حاجه. دي يا مستر جايه من اكستنشن، امتداد، تبقى فيرجن. صعب الكلام؟ صعب الكلام. خد بالك قال لك هنا دي يا صديقي الكيس الوحيده ان الايمج بتتكون فيها behind the mirror، خلف الميرور.
طبعا دي كده صوره تخيليه. بص فيرجن تخيلي، مش موضوع الكلام ده مش حقيقي ما بيحصلش، بس الكلام ده ثيوريتيكالي نظري يعني على الورق. صعب الكلام؟ لا ان شاء الله سهل. عيدها مره واثنين وثلاثه وارسمها بايديك وشغل معايا الدنيا وان شاء الله خير. يلا بينا. هاخد حاجه صديقي في الليسون الطويل ده، الريال ايمج والفيرتشوال ايمج. قال لك صديقي دي فورمد از ريزلت اوف لايت راي، جايه من اللايت راي نفسه. دي مصدر جايه من الاكستنشنز، من امتداد. حلو الكلام؟ حلو الكلام. It can received on a screen، دي مصدر اقدر استقبلها على حائل او على اي حاجه. دي مصدر ما اقدرش استقبلها اصلا زي مثلا اقول لك هي فيرشوال، هي تخيليه نظري على الكتاب. هستقبل صوره وانا في مخيلتي، الكلام ده نظري، استقبلها ازاي؟ اوكي. دايما inverted، دايما upright او erect. صعب الكلام؟ تمام مصدر. يلا بينا نكمل. يا دكتور اخر حته اليوزز، الاستخدامات. طبعا كلام عبيط قوي 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 قوي، ممكن تقرا من الكتاب بس قشطه تعالى نقرا مع بعض. ممكن مثلا استخدم الكونكيف فيرب في ايه؟ قال لك والله ده تورش. يعني ايه مثلا تورش؟ كشافه دكتوره. to reflect the light on the lamp، عشان يعكس الضوء اللي جوه اللمبه الصغيره اللي في الكشاف. تاني حاجه مستر in front of light of cars، ده يا صديقي قصده فوانيس العربيات، فوانيس العربيات من قدام. نفس الكلام مستر عشان تعكس اللايت اللي جوه اللامب. ممكن مثلا اعملها في الشيفنج، في الحلاقه. في الحلاقه كده ممكن تبقى عند كتير من مامهاتكم ملاقي كده بتقرب قوي اثناء وانا بحط الميك اب، وعند الراجل وهو بتحلق دقنها في البيت بيعمل كده، ملاقي بتعمل كده وتعمل كده، ليها وجهين، بتقرب قوي على الحته. فدي يا مستر صح، استخدمها في الشيفنج عشان ما اعورش نفسي، عشان بص تديني enlarged، صوره مكبره. ان مارين لايت هاوس، ايه ده يا مستر؟ ده يا صديقي بيسموه بالبلدي كده ايه، اللي هو شبه كده المأذنه وعمود السواري، حاجات اللي هي صديقي بترشد الشيبس وهي في البحر من بعيد كده. يعني في كده بيت النور كده، اللي هو بيت النور لايت هاوس. ايوه هو ده. انا شايف كده من بعيد اللايت هاوس ده، فدي بترشدنا وانا في البحر تايه. لايت هاوس. اوكي. طبعا مش مأذنه، مش اسمها مأذنه، هي شبه ايه كده، شبه ايه، كان ليها حاجه، في حاجه الناس كان ليها بس نسيت اسمها والله، بس خير يعني. تاني حاجه مستر اير كرافت لاندنج، وانت نازل كده بالطياره تحت. ما انت تخيل كده يا دكتور انت طياره بقى، ديك الصحه والعافيه، طاير كده وهتنزل بقى تعمل لاندنج على الارض كده. ايه ده انت شايف الارض؟ لا مش شايف حاجه. هتعمل لاندنج فين؟ فالدكتور يكتب لك تحت كونكيف ميرور، انت تديها لايت فتعكس لك اللايت مره ثانيه، فالطريق يفرش قدامك، تبقى انت شايف، انت عارف كطيار ان الارض دي في كونكيف ميرور. اول ما تقرب من الارض تقوم مشغل النور دي تعمل سوري ريفلكت لللايت اللي انت بعته، فالطريق يبان قدامك. اخر حاجه صديقي في التلسكوب، ليه؟ عشان برضه مثلا يديني enlarged، صوره مكبره اشوف بيها الكريستشر، اللوكي ماسس، الكتل البعيده عن في الفضاء الخارجي. ودي بنستخدمها لما نيجي نعرف شهر رمضان، يبصوا كده على القمر من التلسكوب يقول لك بقى ايه، قد تبين لنا ان اليوم هو متمم لشهر شعبان وغدا هو اول ايام رمضان، اعدها الله عليكم بالخير واليمن والبركات. عرف منين؟ استخدم تلسكوب، جاب له صوره مكبره للمون، للقمر، فعرف شكل القمر بقى كامل. في هوب الشهر هيجري خلاص، بدأنا شهر جديد. ومع بداية الشهر الجديد نبدأ ليسون جديد، اللينسز. بص صديقي، لو انت هتذاكر الميرور كويس جدا، دي ميه، نفس الكلام نفس كل حاجه باختلاف كلمتين ثلاثه. تعال ماشي يا مستر، انا عندي اللينس، عندي يا مستر اللينس. يعني ايه يا مستر اللينس؟ ترانسبيرنت ميديم. ده يا مستر ترانسبيرنت ميديم بين اللايت من مكان لمكان. والكتاب يا صديقي للاسف الشديد ما شرحلكش يعني ايه لايت ريفراكشن عشان تفهم يعني ايه ترانسبيرنت ميديم، بس ممكن ترجع تشوف فيديوهاتنا ان شاء الله تفهمها. في عجاله؟ تعالى يا عم عشان ما حد حوش. والله يا مستر حاجه شبه المايه كده، يخش يا مستر اللايت كده، لايت ري كده، فبص يعمل كده، حتى بتبان قوي في كوبايه المايه تبان المعلقه ايه، مكسوره. ليه؟ حصل لايت ريفليكشن. لايت ريفراكشن بالار، تاني لايت ريفليكشن دي مثلا بتحصل بسبب اختلاف السبيدز ما بين الميديم ده والميديم ده. انا كنت في الاير هنا ليا سرعه، هنا كنت مثلا بقيت في الووتر في سرعه ثانيه. اختلاف السبيدز تعمل حاجه اسمها ريفراكشن. فقال لي صديقي ده ترانسبيرنت ميديم ترانسبيرنت، بيخلي الحاجات تمر من خلاله. that refract the light and it's limited with two spherical surfaces. يعني ايه limited؟
محاط باتنين spherical surfaces. بص ادي واحد ميديم، ادي اتنين ميديم. اوكي بص اهو كده ايه، ادي الميديم يا صديقي محاط limited بتو spherical surfaces، والكلام ده هيبان مع بعض واحنا شغالين. يلا بينا هنجري بقى شويه ايه في الليسون ده. uses of lenses. سوري يا ولاد، استخدام العدسات. طبعا في الاي جلاسز نظارات حضرتك، في التلسكوب برضو في عدسه عشان تعكس اللايت. التلسكوب الحلو اهو بتاع شهر رمضان يديني صوره مقربه ومكبره يا مستر enlarged بالميرور، ومقربه يا مستر باللينسز بالعدسات. عدسه يا مستر. مايكروسكوب نفس الفكره طبعا، نشوف بيها المين بارتيكلز. ماجنيفاينج لينس العدسه المكبره اللي عند عمو بتاع الساعات دي، كل دي استخدامات يا صديقي لللينس. بينيكولر لو انت حضرتك بتروح الاستاد، كان استخدامها زمان في الحروب اثناء السير، اثناء جوه البحر. طبعا يا عم كلام سهل قوي يا مستر كبر دماغك، كلام سهل. خش بقى على الكلام اللي بجد. مستر استنى، هو يا مستر كان هناك الكونكيف دي، بس الكلمه اللي هنغيرها. كان يا مستر في الميرور الكونكيف ميرور يا مستر بتعمل كولكت، ويا مستر الكونفكس ميرور هي اللي بتعمل دايفيرج. هنا العكس بس كده. ازاي يعني؟ يعني يا مستر الكونفكس هي اللي بتعمل كونفيرج، انما يا مستر الكونكيف هي اللي بتعمل دايفيرج. هي بتعمل يا صديقي دايفيرج. صعب الكلام؟ والله ابدا يا مستر، كلام سهل خالص. امسح. هناك يا مستر كان الكونكيف هو اللي بيعمل كونفيرج او كولكت، هنا العكس، الكونكيف بيعمل دايفيرج. وكان يا مستر الكونفكس هي اللي بتعمل دايفيرج، هنا العكس، بيعمل كونفيرج او كولكت. فين كلمه كولكت اهي؟ صعب الكلام؟ لا. يعني ايه بقى يا مستر لينس؟ اوبتيكال بيس، جاي من اوبتكس، بصري، جزء بصري، عدسه بصريه which is بص بقى، ركز في دي مهمه قوي، دي بتيجي كتير جدا 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 في الكومبليت او في الكوريكت بتاع صديقي. ممكن طبعا تلاقي في الساينتفك تيرم. انا صديقي دي بص thick at the center، تخينه من النص. but يا مستر less thickness at the tips. بص يا مستر رفيعه من على الطرف، رفيعه يا مستر، رفيعه كده من على الطرف. دي يا مستر thick at center، thick at center، تخينه يا مستر او سميكه من النص. يا مستر من على التيبس رفيعه. هنا بص هنا، دي يا مستر من على التيبس بص عامله كده. دي يا مستر العكس، دي يا مستر من على التيبس more thickness او سكه يا مستر من على التيبس. هنا يا مستر في السنتر ممكن تبقى رفيعه وكنزه كده. صعب الكلام؟ حتى بص كده، بص دي يا مستر كبيره او thick من على التيبس، على العكس دي يا مستر عامله كده less thickness من على التيبس. تاني فرق. صعب الكلام؟ لا. باين قوي صديقي ان دي بتعمل كولكت، سوري انا اسف، دي بتعمل دايفيرج. دي مثلا بتعمل كولكت وبتجمعهم في نقطه. بس تعال بقى الاختلاف التاني، تعال. هو مستر بص كنت بعمل كده فيتجمع هنا صح؟ لا هنا بيتجمع ورا اللينس. ازاي يعني؟ يعني مثلا انا اديله كده هيتجمع عليه هنا. بص اديله كده برضه يتجمع عليه هنا، وهكذا. طبعا الكلام ده هنجيبه واحده واحده، انا بس بديك كده ايه خلفيه عشان تبقى انت صاحي معايا. يلا بينا. يبقى مستر الحاجه اللي مختلفه فيهم ان هنا مستر الكونفيرج بتعمل الكونفكس بتعمل دايفيرج، والتانية مستر هي بتعمل كولكت. طبعا مستر حاجات شبه قوي هناك اللي هناك. بس تعالى كده ثانيه واحده، تعالى بقى، دي اهم الحاجات اللي فيهم. بص يا صديقي، تعالى نمسح كده نخش كده بهدوء. تعالى امسح تاني واحده كمان. تعالى يا سيدي، هوب. طبعا هو مش شبط قوي بس قشطه.
نشوف بعض ما تعصبنيش. بقول لك ايه، هنعملهم بايدينا احسن عشان تبقى حاجه معبره. هوبا هوبا. اوكي يا مستر، تعالى بص 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 بص. عملت كده، عملت كده. بص يا مستر، اوبا. دي يا مستر اللينس اللي حضرتك كنت لسه راسمها من شويه. والله العظيم هي. رايك؟ والله يا مستر هي ولا مش هي؟ هي يا مستر، هي مستر. مش دي سفير؟ ليها سي؟ يا مستر. دي يا مستر سفير؟ ليها سي؟ يا مستر. اللينس بقى صديقي بتوصل الاثنين سفير دول ببعض. يعني ايه يا مستر؟ يعني بص بص بص، تبقى عامله كده، وفي كده هنا سي وهنا سي بتوع التو سفيرز يوصلهم ببعض. اذا يا مستر اللينس عندها كام سنتر؟ ادي 1 2. ليه يا مستر؟ عشان يا مستر هي عندها 2 سفيرز وهي في النص ما بينهم. صعب الكلام؟ لا. طيب تعالى، عندها كام سنتر؟ 1 2. ليه يا مستر؟ هي يا مستر عندها 2 سفيرز وهي في النص ما بينهم. تعالى نبدا معانا. The center of a sphere where this face is a part of it. عندها C1 أو C1 C2. إيه يا راجل الكلام ده يا راجل؟ C1 و C2. طيب يا مستر، الأوبتيكال لينس. بص بص بص، الأوبتيكال لينس نفس الموضوع والله. هنا مثلا كان البول في الميرور، هنا يا صديقي هنسميه أوبتيكال لينس. ده مثلا برضه في الميد ديستانس، في نص المسافة أو في الميدل. طيب يا مستر، البرنسبل اكسس كان عندك كام برنسبل اكسس؟ 1 بس هناك. طيب يا مستر، هو ده كنا بنجيبه ازاي يا مستر؟ كان يا مستر بيعدي على السي والبي. طب بص 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 هنا، جوين بتوين سنتر بيعدي على السي، ومن تاني يا مستر الاوبتيكال لينس والبي. نفس الكلام مفيش فرق. السكند يا مستر اكسس كان يا مستر بيعدي على السي واي بوينت غير البي. نفس الكلام بيعدي يا مستر على الاوبتيكال ايه بس except principal axis. طيب المفروض يا صديقي هو ده الديمنشن ده مش مكتوب صح. هو مستر اي حاجه تعدي على السي وتعدي على اي بوينت غير البي. نفس الكلام برضو. طيب الراديوس half diameter. انا عارف الكلام ده يا مستر. تعال الفوكس نفس اللي هناك. مش دي مثلا كانت البوينت اللي بتعمل كولكشن لللايت او بتعمل دايفرجنج؟ كانت بتجمع اللايت او بتفرقه؟ نفس الكلام. It's a point of collection that refracted light ray. collection يبقى مثلا convex عكس اللي هناك، اوعى تتلخبط. هنا مثلا point of extension جايه منين؟ من الكونكيف. صعب الحاجه؟ طبعا يا مستر في فوكال لينس برضه يا مستر نفس الموضوع، هو الديستانس من اف لبي. صعب. نفس الكلام والله. يلا بينا نخش على بعض. طب هنبدا، توكلنا على الله. طب يا صديقي تعال بقى نتكلم. فاكر اللي اتكلمنا عليها في الميرور؟ فاكر لما قلت لك لو راح بارل يرجع على اف، لو راح على اف يرجع بارل. نفس الموضوع بس في اللينس. دي سي دي بي دي اف دي اف دي سي. تعال دي سي دي اف دي بي. دي اف دي سي دي سي دي سي دي اف دي اف دي بي. يلا بينا. مثلا لو راح بارل يرجع على اف، لو نزل على اف يرجع بارل. طب بقول لك ايه، لو نزل على البي فكده يكمل زي ما هو، يرجع على البي. هي كلام. والله العظيم مفيش فرق. لو راح على اف يرجع بارل، لو راح بارل يرجع على اف. طيب تعالى يا سيدي نكمل معانا شويه حاجات لذيذه. يلا بينا. الشغل بقى اللي هنتكلم عليه ده مهم جدا، وان شاء الله برضو في الامتحان. فاكر يا صديقي اللي اشتغلناه هناك؟ هو الشغل مفيش جديد. بجد يا مستر؟ والله العظيم. ارجع تاني. بص يا مستر، اتفضل. هنا هكتب يا مستر، هنا يا مستر هكتب سي، هنا يا مستر هكتب اف، هنا يا مستر هكتب اف، هنا يا مستر هكتب سي. فاكر لو راح بعد سي يتكون قبل سي، لو راح على سي يتكون على سي، لو راح قبل سي يتكون بعد سي.
وهنا كنت صغير دايمنشن، هنا مثلا كبرت شويه بقت ايكوال، هنا مثلا بقيت ماجنيفاي. طب تعال بص 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 اهو، بصوا دي بنودي واحد بارل فيرجع على اف، بنودي واحد صديقي يعدي من البول على طول. بص 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 هم اتكونوا هنا. الافضل بس صديقي انك انت عارف طالما قال لك مكان الاوبجكت فين، ارسم الايمج ووصل عليه، ارسم الايمج ووصل عليه. طيب تعال نكمل اللي بعدها، نفس الشغل مفيش فرق. تعال اللي بعدها، طبعا اللي تبقى فين بين اف والسي اكيد ريال دايمنشن، تبقى ان هي انفيرتد مفيش فرق. تعال اللي بعده صديقي، تعالى واحدة واحدة. طيب مستر لو على حتة ديستانس، حلوة الحتة دي، ايكوال دبل فوكال لينس 2 اف، يعني يا مستر هو فين؟ هو على السي. تعالى يا صديقي، ادي يا مستر على السي، وادي الاف وادي الاف وادي السي. تعالى بقى، يبقى مستر لو على سي يتكون على سي، طيب يبقى يتكون فين؟ هيتكون هنا مستر، فمستر يبقى ايه؟ هيبقى قده equal the body. طيب يلا بينا نشتغل. اعمل ايه؟ يلا واحد يروح كده يرجع على الاف، وده يروح على البول ويعدي على طول، يروح على البول ويعدي على طول. يلا 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 اهو اهو مثلا اتكونوا في نقطة بقت على السي، بس الافضل انك توصله. تعالى كده نعيدها، والله نعيدها ما عجبتنيش. تعالى ادي يا مستر السي، ادي يا مستر الاف، ادي يا مستر الاف، ادي يا مستر السي. قال لك ايكوال، قال لك ها دبل فوكال لينس، يعني يا مستر على السي. هيكون فين يا مستر؟ هيكون على السي. نعمل ايه يا مستر؟ اشتغل عادي خالص، شغلك يا باشا. يلا ودي يرجع على الاف، ودي على الاف وخليه يخبط هنا. الله عليك، وكمل شويه. يا مستر ينزل على البول ويعدي على طول. يلا بص 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 اهو اتكون مصر خط مايل بالحب، اعملها بالمصلحه تيجي معاك ايه؟ تبكى. صعب الكلام؟ بقول لك ايه، تعالى نتكلم على البروبرتيز. ماشي والله يا مستر، وعلى السي يبقى مستر كان صغير يكبر شويه يبقى ايكوال ذا بادي، ويا مستر وانفيرتد، واكيد ريل. صعب الحاجه؟ صعب يا دكتور؟ صعب يا حاجه؟ لا. يلا بينا، انا باجي شويه عشان الكلام ايه؟ سهل وما نطولش وقت الفيديو. يلا بينا. between focal length and center، يعني ايه between focal length and the center؟ يعني مستر قبل سي. ايوه يا دكتور، ادي يا مستر سي اف. دكتوره الحاجات دي نعملها بايدينا. ها سي between focal length and center. طبعا الكلمه دي غلط، between focus. صح يا مستر؟ صح. between ايه يا دكتور؟ between focus، بين الفوكس والسنتر. يعني هنا انت بقى خلاص بقى بقيت انت هو دكتوره حفظتوها صم. بعد سي، قبل سي، على سي، على سي، قبل سي، بعد سي، ويبقى كبير شويه مثلا عشان يبقى ماجنيفاي. طب يلا بينا. بص يلا ودي هوب، ارجع على اف وخليه يخبط ويعدي، ارجع على اف وخليه يخبط ويعدي. يلا بينا. يروح على البول ويعدي على طول. بص 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 بص. ايوه يا مستر اهم. الله ينور. صعب؟ لا والله يا مستر ابدا مش صعب. طب بقول لك ايه، اتفضل قول لي. يلا يا دكتور، البروبرتيز اوف ايمج هي يا مستر اتكونت بعد السنتر. 1 2 يا مستر، ايه يا مستر؟ 3 انفيرتد، 4 ماجنيفايد. صعب؟ لا. طيب لو يا مستر على الفوكس، فاكر الفوكس هناك؟ يا مستر فاكره طبعا. اتكون ايمج؟ لا، نفس الفكره هنا برضه مش هيتكون ايمج. برضه صديقي ايه؟ مش هيتكون ايمج. حط البول عشان يعدي على طول. يلا يا مستر على الاف. يلا يا مستر يرجع كده. بص يرجع كده، يبقى واقف هنا. لو ما تقابلوش اعمل اكستنشن. يلا بينا. بص لحد اخر سكين اهو. ما تقابلوش يا مستر، ما تقابلوش. نو ايمج فورمات. بس قالك بص يبقى في لايتد سبوت.
لايت سبوت ومضات كده من النور. سبوت ومضات من النور. صعب الكلام؟ لا. يبقى بقى يا مستر اكيد اللي بعدها زي اللي فاتت، ومستر هيتكون ايمج من الاكستنشن. يس. كان يا مستر قبل الاف للزان فوكال لينس. يلا بينا يا دكتور. ربنا والله الكلام لذيذ والموضوع بقى حلو يا مستر كده. ان شاء الله هتعملها بايديك كتير، والتكرار يعلم الشطار. يلا يا دكتوره حطي لي يا مستر هنا الايمج، هنا سوري الاوبجكت او الاوبجكت يا مستر. كلام هايل خد بالك. تعبينا. تعبينا. يلا يا مستر ودي يا مستر يرجع على الاف. نعمل ايه يا مستر؟ يلا اكستنشن. مستر اتقابلوا بس يا مستر يا نهار ابيض. قول لي دي ايه؟ كده كده مصحف ان هي فيرتشوال. ليه؟ يا مستر دي جايه من اكستنشن. حلو. طب غير كده يا مستر كمان ماجني فايد. يا مستر نفس الكلام. طب قول لي اريكت. الله عليك. او ابرايت. يا مستر نفس الكلام. ولا مثلا نفس الكلام. بص الحته دي مهمه قوي. اتكون في السيم دايركشن اوف ذا اوبجكت. هو الاوبجكت والايمج الاثنين في السيم دايركشن في نفس الاتجاه. صعب الكلام. احنا كده رسمناهم اكتر من 15 مره، في حاجات عدتها كذا مره وشغالين اهو. اتمنى تكون وصلت وان شاء الله سهله. الحته صديقي اللي بعد كده بتكلمني عن الفيجن. يعني ايه يا مستر؟ رؤيه. طبعا هنتكلم بص بسرعه كده وبعد كده نشوف كام الكتاب بسرعه جدا بس تعالى. فين اهي. بص صديقي اتفضل يا مستر. دي يا صديقي عدسه عين حضرتك. اقول لك خليها كده ايه افضل. ايوه عدي يلا عدي. حلو قوي. تعالى بقى. دي يا مستر عدسه عين حضرتك. حلو. دي كده هنا في لينس، هنا في كده كورني، وهنا في كده يا صديقي ايه نيرف سيل، او دي بيسموها ايه الحته اللي بتكون عليها النور. تعالى بس واحده. بص انا عايزك بس تقارن دي بدي. هي مش شبهها قوي بس انا بحاول ايه اشرح الاول قبل ما ابدا اوريك. قارن دي بدي. ادي اللينس، الكورني، قرنيه، هنا الريتنا. تعال بقى نرجع لمرجوعنا حته ورا. قول يلا بينا. يلا مستر. بص صديقي هنا دي اسمها كورني القرنيه يعني. ودي يا مستر لينس بس شكلها وحش شويه. وهنا مستر في حاجه اسمها الريتنا. فمستر جنب الريتنا كده مستر في هنا كده نيرف سيل او اوبتيكال نيرف سيل، خلايا عصبيه بصريه. طيب والله يا مستر هو الراجل بيخش كده هنا ويبدا يا مستر كده يتجمع هنا. يخش كده هنا مستر اللايت بيحصل ريفلكت بيتجمع هنا. فيا صديقي بيتجمع على الريتنا بالعربي الشبكيه. بس صديقي بيبقى فيه مشكله. ايه المشكله يا مستر؟ بيبقى المشكله ان الايمج بتتكون هنا بتبقى انفيرتد ودايمنشن. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك بعينيك الحلوه دي ده تركيب عينيك بتشوف الاشياء انفيرتد مقلوبه ودايمنشن صغيره. بس يا مستر انا ما بشوفش الكلام ده. الكلام ده بره، الكلام ده مش عليك بره الكتاب. يجي بقى صاحبي الاوبتيكال نيرف سيل الخلايا العصبيه البصريه بتعمل ايه؟ بتترجم الصوره دي، بتخليها بقى عاديه يا مستر، بتخليها اريكت وايكوال ذا بادي. بتخلي الراجل اللي قدامك معدول وقد جسمه بالظبط. بتخلي الراجل ايه؟ معدول وقد جسمه بالظبط. طيب يا مستر صعب الكلام؟ لا. يبقى الكورني واللينس والريتنا دول اهم 3 حاجات عندي. تعال بقى نكمل كلامنا وعلى نفس الرسمه نكمل كلامنا يا دكتور. في بقى صديقي عندي حاجه اسمها ايه؟ فيجن ديفكت. يعني ايه يا مستر؟ عيوب النظر. احيانا كده تسمع ان حد عنده قصر نظر وحد عنده طول نظر. يا مستر بص صديقي اللي بيبقى عنده قصر نظر بيتكون الايمج عنده هنا مثلا. ده اللي عنده قصر نظر. طب مثلا واللي عنده طول نظر بص بتتكون الايمج عنده هنا مثلا. ايه ده يا مستر؟ بجد؟ والله. يعني بص الرسمه اهي.
يخش صديقي اللايت راي يتجمع هنا. فمثلا المفروض يتكون على الريتنا، على الشبكيه بتاعت عيني، عشان اقدر اشوف كويس النيرف سيل ترجمها واشوف الصوره. سواء مثلا اتكونت هنا او اتكونت هنا مستر، في الحالتين انا مش شايف كويس. طيب محتاجين حلول يا مستر، عايز حل عشان ايه؟ انا يا مستر محتاج الايمج تتكون عندي هنا على الريتنا عشان اقدر اشوف الشخص كويس. طيب هنا يا مستر قبل الريتنا، هنا يا مستر بعد الريتنا. طب بقول لك ايه، مش احنا لسه واخدين من شويه يا دكتور ان عندي تو تايبس من اللينسز؟ ايوه يا مستر، واحده كانت بتعمل كولكت ودي كانت الكونفكس. ايوه يا مستر. واحده بتعمل دايفيرج ودي يا مستر كانت الكونكيف. ايوه يا مستر. طب بقول لك ايه، انا كل اللي محتاجه في دي محتاج حاجه تشد اللايت راي تخليه يتكون هنا، صح؟ حاجه تشد تجمع ولا تفرق؟ لا مثلا تجمع، حاجه تعمل كولكت. يعني مثلا هنا هستخدم كده، قصدك تقول لي هنا هستخدم يا مستر كونفكس لينس. ايوه. طب هنا مثلا حاجه تزق ده، تزقه توديه عند الريتنا. يعني يا صديقي حاجه تعمل كولكت وحاجه تعمل دايفيرج. لا يا مستر، حاجه تعمل دايفيرج تبعدها مثلا توديه على الريتنا فيتكون هنا. قصدك مثلا هنعمل كونكيف لينس. ايوه يا دكتور، هنا في اللونج في الشورت. هنا مستر هعمل بكونكيف لينس، هنا مستر هعمل بكونفكس لينس. صعب الكلام؟ ابدا والله، ده الكونكلوجن بتاع الموضوع. تعال نشوف كلام الكتاب. الفيجن يا مستر هي light ray reflected from the body to fall on the eye. This light ray refract when passing through cornea. لما بيعدي مستر من القرنيه it refracted are collected in the retina. يبقى مستر small وريال inverted، يبقى صغير وريال inverted. ايه المشكله؟ عندك حاجه اسمها optical nerve بتعمل ترانسميت للايمج دي يا صديقي من البرين بتاعك، بتخليه في النورمال سايز وفي النورمال بوزيشن، بتخليه جسمه عادي وشكله عادي. شرحناها، يلا بينا. عندي يا مستر اخر حاجه خالص الفيجن ديفكت. عندي يا مستر شورت سايتنس ولونج سايتنس. الشورت سايتنس يا مستر دي مشكلتها الشورت، اللونج دي يا مستر بص بتشوف النير اوبجكت كليري، بس الفار اوبجكت ديستورت مشوش او انكلير. هنا يا مستر العكس، بتشوف الفار اوبجكت كليرلي but in الكلوز او ان الاوبجكت برضه يا مستر not clear او ديستورت. ايه السبب يا صديقي؟ ما بص السبب بقى. تعال نخش على السبب بقى. والله يا مستر دي بتشوف، تفتكر يا مستر هي يا مستر اتكونت كده هنا ودي اخر حته معانا. يا مستر اتكونت كده هنا. تعالى يا صديقي بالمره. هي مستر اتكونت كده هنا، مره اتكونت هنا. والله مستر هي المفروض تتكون هنا. لما مستر اتكونت هنا بص المفروض مستر تتكون هنا. طب لو اقول لك ايه، لو انت كبرت الدايره اكتر ما مستر اللايت مش هيتغير. بص المفروض يتكون هنا صح؟ فمستر يتكون على ايدي. اتكون يا مستر على ايدي. طب لو انت كبرت الدايره اكتر، لا يا مستر اللايت مكانه هنا مش هيتغير. فانت يا صديقي بص الكلمه increase eyeball diameter او increase convexity. انت يا مستر زودت الدايمتر او زودت الايبول، ومكان يا مستر الري زي ما هو يا مستر كان هنا هو كده تمام متكون على الريتنا. انت صديقي زودت الدايمتر او زودت الكونفكسيتي، عملت مشكله فتكون هو قبل الريتنا. طب تعالى عكس، هو مستر هو على الريتنا. لو انت قللت الدايمتر او قللت الكونفكسيتي كده يا مستر اللايت راي اتكون بعد الريتنا. صعب الكلام؟ دي يا صديقي هي الريزنز. بص عشان يا مستر increase the eyeball diameter، زودت يا مستر الدايمتر فتكون قبل الريتنا. هنا يا مستر قللت الدايمتر فتكون بعد الريتنا، العكس قبل الريتنا. تعال يا مستر بالراحه بقى. يبقى مستر increase eyeball diameter زودته فتكون يا مستر قبل الريتنا، او زودت الكونفكسيتي يا صديقي معناها التحدب. وهنا يا مستر decrease قللت يا مستر قللت فتكون بعده
او قللت الكونفكستي برضه تكون بعد الريتنا. الحل ايه يا مستر؟ سهل خالص، قلنا من شويه. الحل يا مستر محتاج حاجه يا مستر تساعدني اخلي بص حاجه يا مستر البعيد يا مستر تعمل له كولكت، واللي يا مستر قريب تعمل له دايفيرج. سوري يا ولاد، صعب الكلام. بص يا مستر، حاجه يا مستر تعمل كولكت، حاجه يا مستر تعمل دايفيرج. صعب الكلام. يلا بينا اهو يا مستر. ده يا مستر اتكون قبل الريتنا بعد الريتنا. حاجه بقى يا مستر تعمل دايفيرج تبعده يتكون على الريتنا، حاجه يا مستر تعمل كولكت تقربه فيتكون قبل الريتنا. هنا يا مستر هستخدم تعمل دايفيرج استخدم كونكيف لينس. هنا يا مستر هستخدم هنا كونفكس لينس، هنا كونكيف لينس اهي. هنا يا مستر كونكيف دي يا مستر هتعمل دايفيرج هتفرقه مستر فيتكون هنا. لما دي يا مستر استخدم هنا كونفكس هتكولكت تجمعه فيتكون هنا، ويبقى صديقي شكله هنا اهو. دي يا مستر كان هنا فتعمله كده، هتخليه يا مستر يتكون هنا اهو يا مستر. هنا يا مستر ده هتخليه يتكون هنا اهو يا مستر. صعب الكلام اهو. هنا يا مستر استخدمت كونكيف لينس ليه؟ تعمل دايفيرج. استخدمت يا مستر كونفكس لينس ليه؟ تعمل كولكت. ودي يا صديقي اخر حاجه معانا في الجزء ده. تعالى نتكلم بسرعه سريعه كده حاجتين، بص بسرعه خالص كده نتكلم مع بعض. عندي حاجه اسمها صديقي كاتراكتا، الميه البيضاء، مرض بيصيب العين. يعني كده عنده عينيه ميه بيضاء. طب مستر هو بيصيب العين ليه؟ ممكن اكتر من سبب، ممكن كبر السن، اولد ايج، او illness او مرض، او جينيتك ماتيريالز، او يا مستر حاجه من المواد الوراثيه خدتها من بابا او ماما سببت لي الكاتراكت العين. فعيني تبقى ميه بيضاء. طب مستر دي حلها ايه؟ قال لك يا صديقي دي حلها ان احنا نعمل سيرجري، نعمل عمليه جراحيه، هنعمل اكستشينج، هنشيل العين دي ونحط عين بلاستيك. زمان شويه كان بنبقى عين ازاز، عين ازاز، اشيل بس عدسه العين واحط عدسه جديده، فعشان ما اشوفش الحاجه مسوده. لو عندك كاتراكت ميه بيضاء تشوف الحاجه كده ايه؟ مسوده، اكنك كده بص بتقفل عينيك شويه، شوف الحاجه كده لونها كده مدي على الاسود. طيب تعالى سريعا يلا بينا. وحاجه كمان، اخر حاجه كمان خالص اللينسز كونتاكت لينس تحطها في عينيك دي صديقي. بص كده بص لينس a very thin lens. دي يا مستر حاجه رفيعه قوي مالها stick with eye fluid، بتلزق في العين عن طريق الاي فلويد اللي هو السائل بتاع العين. كلام سهل ولذيذ مفيش فيها مشكله. امسح دي ونقرا كلام الكتاب برضه. eye دي مستر cause difficulty of vision، بسبب صعوبه في الرؤيه او في النظر as a result of darkness، بتشوف الحاجه كده مسوده. طيب مستر السبب ايه؟ ممكن يبقى old age، illness، genetic traits، او side effect of drugs، بعض الاثار الجانبيه للادويه او الدراجز الثانيه اللي انت فاهمها بقى كوسان. طيب كل ده يا صديقي بيليه اثار جانبي، فقبل ما تاخد دواء تبص على الروشته هنعالج ازاي. treatment through a surgery، هنعمل exchange وهنركب يا صديقي بلاستيك لينس، عدسه جديده، ودي الكونتاكت لينس. طيب هنقف لحد هنا وهنكمل ان شاء الله الجزء الاخير بتاع اليونيفرس المره الجايه. اوكي يلا بينا.